تعالى بقى نروح مين الاحتياطي المصري لصفقه الباك الشمال. عندنا اتنين فقط لا غير، ما فيش غيره يعني، عشان بس نيجي ايه صراحه كده. الاولاني يحيى زكريا، ويا رب ما يجيش، ونادي غزل المحله طالب فيه 60 مليون جنيه، 60 مليون جنيه، في حين ان يوسف العمري باك شمال منتخب المغرب الاساسي حوالي 25 مليون جنيه. طالبين بقى في يحيى زكريا اللي هو كان مع منتخب مصر بتاع كاس العرب اللي فضحنا هناك، محتاجين كام؟ 60 مليون جنيه. طب مين التاني؟ نادي بتروجيت وتوفيق محمد، وطالبين فيه هو كمان 60 مليون جنيه. اللي هو راح المنتخب الاول ولا راح المنتخب الثاني، واعتقد لاعب جيد ولاعب ممتاز وكل حاجه، ولكن اعتقد يعني على ما اتذكر كده تقريبا ما صنعش غير هدف او اتنين داخل الدوري المصري في ال 13 لقاء اللي فاتوا. الاحتياطي كمان الثالث اللي ممكن يجي لك واحد فلسطيني برقم قليل جدا جدا، وهو زي ما احنا قلنا وجدي نبهان، برقم قليل جدا ما يكملش 10 12 مليون جنيه، يعني يوم ما يتمعظم قوي هيكون جه. في حين ان بتروجيت بيطلب 60 مليون جنيه، غزل المحله بيطلب 60 مليون جنيه، يعني ده غير كمان الاعارات اللي هم طالبينها من النادي الاهلي، فالوضع صعب.